تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحاجب بالتنسيق مع مستخدمي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكرة من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء محلية ومستوردة غير قابلة للاستهلاك البشري موجهة للمضاربة. العملية تمت بناء على اتصال هاتفي على الرقم الأخضر المجاني للدرك الوطني 1055، مفاده وجود صاحب مزرعة يقوم بتخزين اللحوم الحمراء على مستوى غرفتي التبريد بمزرعته الخاصة على مستوى إقليم بلدية الحاجب. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان محل المعلومة، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم الحصول على إذن بتفتيش مسكن، وبعد تفتيش غرفتي التبريد محل معلومة بالاستعانة بمصالح البيطرة لبلدية الحاجب، مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، وكذا مصالح مديرية الفلاحة لولاية بسكرة، كانت النتيجة إيجابية وتم العثور على لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري ومتمثلة في 95 جزرة مقدر وزنها ب 1967.2 كيلوغرام مستوردة، لحم نوع جيجو يقدر ب 205.7 كيلوغرام محلي، لحم مقطع يقدر ب 405.2 كيلوغرام، لحم مرقاز يقدر ب 552.1 كيلوغرام محلي، مادة الثوم الجاهز للطهي يقدر ب 157.2 كيلوغرام، رؤوس غنم. على إثرها تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفتح تحقيق في القضية. مواصلة لإجراء التحقيق تم رفع المخالفات التالية: عدم توفر شروط الحفظ بالنسبة للحوم الحمراء، عدم التصريح بتخزين المنتوج، تخزين مادة التمور مع اللحوم الحمراء، عدم احترام سلامة المنتوج، وكذا سوء الحفظ والتخزين.